السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ زي الحال، اتمنى تكونوا كويسين. النهاردة معانا فيديو تقيل تمام كمدة. وفي يعني لو انت بالنسبة لك الفيديو طويل، ممكن تطلع اذا كنت بقى على اي منصة، تطلع من فوق وتزود السرعة مثلا 1 وربع 1 ونص، هتلاقي سرعة كويسة تمام وانت شايف الفيديو حاضره، عشان لو الفيديو بالنسبة لك تقيل شوية تمام او طويل شوية. آه طبعا في الفيديو ده معانا البطلة ليلى تمام. دور صعب جدا. اختيار ليلى صراحة ما كانش مناسب. انا بقول لك هنا صراحة ليلى ما كانش مناسب في الدور. انت ضدك اطلس، ليلى ما عندهاش اي مهارة اميون. ضدك ضدك مايا. لو قربت منك، لو عملت التيميت وقربت منك، الموضوع انتهى، وخصوصا لو كمان لو انت معكش فليكر. ضدك شافير في الليج جيم بالالتيميت، يعني لو انت عندك نص هيلك موجود هيشيلك تمام. فالدور صعب جدا جدا صراحة لليلى، فتابع معانا الدور للآخر تمام. وبفكرك لو انت كده لسه مشتركتش اشترك، روق علينا الفيديوهات الجاية، ان الواحد بينزل فيديو تقريبا بشكل يومي، الفيديوهات الجاية قوية. ولو عجبك الفيديو ده زر اللايك، ما تنساش تصلي على النبي. خلينا نبدأ. طبعا انا هنا بلعب سيف جدا جدا، وده يعتبر شعار ليلى في الايرلي وفي الميد كمان تمام. هو اغلب الرماة عموما، يعني هو اغلب الرماة كده. هنا انا خدت طبعا الكراب من مايا تمام. حاولت بس ايه، اخليه يقعد ياخده على نفسه، ياخده على نفسه، ياخده على نفسه، انا اضرب له الفيرست واخد منه، ده اللي حصل. مهم جدا ان انت تكون حاطط في دماغك ان انت الحاجة اللي هتعملها. يعني انا هنا بلعب سيف، لازم تكون عارف ان انت ضعيف في الايرلي، ولازم تكون عارف كل بطل مصدر قوته امتى. هل البطل ده قوي في الايرلي، ولا البطل ده قوي في الميد، ولا البطل ده قوي في الليج جيم، فاهم؟ ليلى ضعيفة جدا في الايرلي، بتبدأ يكون ليها لازمة في الميد، اقوى حالتها في الليج جيم تمام. وزمان في الحرب العالمية التانية كان بيقول لك قوة الجيش تعتمد على المدى بتاع القصف بتاعه. يعني مثلا السفينة اللي بتقصف على 24 كيلو متر، والسفينة اللي قصادها بتقصف على 26 كيلو متر، فكده مين الأقوى؟ مين اللي هيكسب؟ اللي بيقصف على 26، لأن أنا هقصفك قبل ما أنت أصلا تشوفني. ده اللي بتعتمد عليه ليلى. طبعا انا دخلت على مايا. ليه دخلت على مايا؟ لان هارلي لو انت لاحظت كان قريب مني، بس الراجل ما هاجمش، قال لك مايا نقتلها ونبدا ناخد في الجولد بتاع التاور. لا، احنا خلينا ايه، نرجع تاني نجنجل. ده هنا بالموند هو اللي كان جه يقتلني، بقى حصل العكس. انا هنا لحسن حظي يعني هربت على مفيش يعتبر، فاهم؟ وحتى كمان الطبيعي اول لما الواحد يعمل التيميت يروح عامل انتقال. انا هنا ما عملتش انتقال سبحان الله، والانتقال اتوفرت، يعني ما عملتش انتقال وكانت غلطه ومت، انتقال اتوفرت، ده توفيق. ده يا جماعه ده توفيق والله تمام. ان انت بالموند يعمل عليك الالتيميت وتهرب بهيل قليل، ويكون ردة فعلك عندك ثبات انفعالي، ما تدوس الانتقال وتهرب، ده توفيق. طبعا انا هنا رجعت على اللين، نتيجتنا 3-0. اوكي احنا متقدمين، احنا افضل. ولكن صراحة يعني ما بيني وما بينكم كده، انا اول لما شفت هارلي بالحركة اللي عملها دي، ان هو ما دخلش كان جنبي وكان ممكن يجيب مايه، بدأت اقول لا، ده هارلي ده هيتعبنا تمام. هنا بالموند قتل جونسون وقتلوا ساموز. طبعا لو بصيت على هارلي ما شاء الله تحسه ملوش علاقة بالحياة. المايه هنا سرقت مني الكراب تمام. طبعا انا بحاول ايه ما ادخلش جامد عليها قوي. بارل التاني موجود، واخيرا دخل تمام. طبعا انا هنا ما كانش معايا اي مهاره، ضربت الفيرست ما جاتش صح، فكنت عايز اشارك فيها يعني. طبعا انا عملت فليكر. ليه عملت فليكر؟ لان لو اطلس مسكني بالالتيميت وكان وراه اي حد ايا كان هموت، اكيد هموت، فعملت فليكر. هو غالبا صح ما كانش وراه حد، بس انا برضه ايه قلت احتياطي. طبعا هنا ده بعضا من الهبل من ليلى عماله بتضرب في الوحش. انتوا عارفين برضه ليلى يعني كان فتره من الفترات كانت بتعتبر دارك سيستم. المهم ما قتلناش اي حد خالص تمام، لسه النتيجه متفوقه لينا. انا هنا طبعا اوكي، لازم تركز جدا يا جماعه في موضوع ان انت تضرب اخر ضربه للويفا، تاخد عليها جولد اكتر واكس بي اكتر. انت كده كده لو مات بتاخد جولد واكس بي لو انت قريب منه، لكن لو انت ضرب اخر ضربه هتاخد جولد اكتر واكس بي اكتر. انا خدت الكراب. هنا بدات اقلق، طب هي فين مايا؟ حتى قلت عملت مايا اللي هي مش موجوده، الراجل ظهر. طبعا هنا الراجل اطلس ما شاء الله حالف يجيبني بالالتيميت، وانا عارف كده، عشان كده دايما انا محافظ على مسافه حلوه ما بيننا انا وهو. هنا طبعا كانوا ممكن يضيفوا عليا، فقلت ارجع تمام. مفيش حد، كل اللي معايا في النص التاني
وكمان هو طبعا ما كانش معايا برضو مانا يعني. تمام. ساعات الرجوع بيبقى في حد ذاته استراتيجي، صدقني ساعات الرجوع بيبقى في حد ذاته استراتيجي. المهم قتلنا شفير. النتيجة ظاهريا لحد دلوقتي 6-2، احنا افضل. تمام. هنا طبعا انا شفت مايا عمال بيتريكول، قلت لا مش طبيعي، عمال بيتريكول يا عمي. عرفت ان اطلس جاي من ورايا. تمام. انا قاعد مستني، عارف ان اطلس جاي من ورايا، مستني. الراجل فعلا جه من ورايا، تنتني تحت التور. هو عمل عليه الالتيميت، الحمد لله ان هو عمل عليه الالتيميت في اللحظه اللي مايا ضربت فيها السكند، وقدرت اهرب. تمام. لازم تفهم الاشارات اللي الاعداء بيظهروها لك. يعني هو هنا فضح اطلس، هو هنا فضح اطلس. قلت له متاكد ان اطلس جنبك. انا عارف، انا اصلا عارف يا باشا. انت واحد هتقعد تتريكول وما تريكولتش ولا مره، ومفيش اصلا سبب ان انت تريكول. يعني انت اسوأ مني في الليل، فايه السبب؟ اكيد حد جنبك. وانا كنت متاكد كمان ان هو اطلس، لان اطلس مركز عليا من اول الدور. ف... فانت برضو لو مكان انت مايا بقى، لو انت مكان مايا ما تقعدش، لو حد جنبك ما تقعدش تتريكول، حاول تلعب بطبيعيه على قد ما تقدر. ما هو كده اداني ايحاء ان ما هو في حد معاه، وفعلا ده اللي حصل. تمام. فيعني يا جماعه الحركه دي مستفزه، مش عشان بس اللي هو الريكول مستفز، لا هي الحركه دي فاضحه اصلا، ما معروف. المهم ادينا اتعلمنا اي حاجه من مايا اهو. تمام. ما تتريكولش لو جنبك حد من التيم، حاول تلعب بطبيعيه. انا طبعا الفا انا عرفت ان هو يقتلني فعملت الفليكر، كانت غلطه مني ان انا قربت منه قوي. هارلي هنا دخل عليه. تمام. وبالفعل جبناه. تمام. انا عملت التيميت عشان يكون قتله مضمون. هنا الضربه ما شاء الله الالتيميت ربع سهم طار فيها. قلت ملهاش لازمة ارجع. دايما وانت رامي سيف في الاول دور يا جماعة، سيف اول الدور. حتى وانت شايف ان انت اقوى، طول ما انت رامي سيف في اول الدور قاعدة. لانك اسهل واحد تتجاب واسهل فريسة، خصوصا لو انت رامي من النوع زي ليلى. غرانجر ما عندوش مثلا، يعني مثلا هناء هماي عندها بتختفي، هنبي اميون. في رماية عندها مداشات واسطنات زي كلينتو وبرودي وهكذا يعني، فاهمين؟ طبعا انا هنا عادي بفرم. اوكي. طبعا انا عامل حسابي مش هشارك في التيم، الا طبعا لو كانت ضروريه جدا. لان انا قوتي في الليت، انا هنا في الايرلي والميد ده مش مجالي. تمام. شفير التو ما شاء الله عم كل مره بيدمج اكتر، المره دي دمج تلت سهمي. طبعا انا هنا شايف اطلس، بس قلت لا بلاش اضرب الالتيميت، استفاد ايه؟ مش هستفاد اي حاجه. الالتيميت ده يا جماعه بالمناسبه يعني، يا اما تكشف بيه لو حد مثلا حاسس ان حد هيل قليل في البوش ده تكشف بيه، او لو حد بيهرب. لكن غير كده هو مش دمج ومش عالي يعني. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر العب بعيد عن التيم، وده انا قلته كذا مره. لو انت ضدك اطلس او تغرل او حتى خفرع لازم تكون واقف بعيد عن التيم. تمام. هنا الراجل هرب على شعره، يعني حرفيا هرب على شعره. جونسون دخل بيحاول يجيب شفير. تمام. مع ساموز، صراحه ساموز لعيب، الراجل عمل شغل يعني. هنا حاولت اجيب شفير ما عرفتش. تمام. كنت هنا المفروض انسحب، لقيت وليلى انا مايا شفتها وهي داخله، بس خلاص انا اول ما شفتها عرفت ان انا كده كده ميت. المهم هنا رجعت ثاني. تمام. طبعا النتيجة كالنتيجة الشخصية، نتيجة الماتش 13-7 اوكي، ده كده كويس لينا، لكن نتيجة الشخصية سيئة. طبعا واضح ان انا حسبت النتيجة لان بقى قلبت 13-9. طبعا هنا اطلس بيحاول يجيبني، انا عارف ان هو كده كده يعني خلاص هيجيبني ويعمل التيميت. وهنا الفا حاسس ان هو يموت تحت التور فغير رايه ما هجمش. تمام. انا هنا ما اعرفش ليه شفير، يعني ليه شفير جه مع مش عارف. انت هيلك حرفيا تفه، ولو حد ضربك ضربتين هتموت، وفعلا ده اللي حصل. التيم ما شاء الله عايز يسرندر. تمام. في مش فاكر اللقطه دي، انا مش مركز، مش فاكر اللقطه دي جت ولا لسه هتيجي، بس في لقطه ان التيم عايز يستسلم يعني. هي ما زالت كنتيجه افضل لينا، لكن هم عمالين ياخدوا طورات، هم ضاغطين، احنا اللي بندافع. وده بيحصل وهم مركزين على الصح، على فكره هم كده صح. ساموس بتاعنا قتل اطلس، صراحه الراجل لعيب. ان انا ادركت يعني ايه، هقعد اضرب اوكي، بس صعب يعني، مش هنعمل حاجه، هم لو حسوا هيموتوا هينسحبوا. هنا طبعا ضغطنا على مايا. تمام. وبالفعل خلاص بعد لما ضربت الالتيميت هي قتلت هارلي، المفروض هارلي كان يرجع. يعني انا بعد لما ضربت الالتيميت هي كده كده ميته. انا هنا برضو ما رجعتش، كنت المفروض ارجع. يعني هنا هارلي غلط وانا غلطت، هارلي كان المفروض يرجع عشان ما تقتلوش، وانا كنت المفروض ارجع عشان انا مش شايف اصلا بقيه التيم الاعداء فين. المهم نرجع تاني الدور. طبعا نتيجه الواحد 1 2 3 يعني نتيجه سيئه.
طبعا هنا بضرب من تحت التاور عشان ما يهجموش عليا. تمام. النتيجه بقت 16-16. حتى هما بيرجعوا في النتيجه، يعني هو التفوق في الموارد والتفوق في اللينات. ما شاء الله ده مش نص هيلي بضربه واحده. التيميت شفير في اخر الدور بيبقى مشكله، وانا قلت لك، وانا قلت واحده من المشاكل اللي هتقابلني شفير الالتيميت بالذات بتاعه. المهم انا كنت بقول ان انت تتفوق في الموارد هتلاقي نفسك تدريجيا بتتفوق في الكلات، وده فعلا حصل اهو دلوقتي بقى قدنا. تمام. باخد هنا ريد بوف. طبعا باخد الريد بوف ليه؟ ما بنصحكش ان انت ابدا تاخد الريد بوف او البلو بوف بتاع الجانجل. طبعا هنا انا سرقته مني ما شاء الله. المهم لو الجانجل بتاعك حريف، لكن لو الجانجل بتاعك على الله حكايته فخد الريد بوف وخد البلو بوف وخد كل حاجه، لانه مش هيفيدك اصلا، هو كده كده مش مفيد. فاهم قصدي؟ فانت لو هو محترف وتاخد انت الريد بوف او البلو بوف يبقى انت بتخسر نفسك، انت بتقول انا عايز اخسر. هنا النتيجه بقت لصالحهم، دخله وحشه. مشكله جونسون وساموز ايه؟ هم صراحه الاثنين لعيبه، مش هقول لا، هم الاثنين فعلا لعيبه دي حقيقه، ولكن هم لما يدخلوا مع بعض كده ويموتوا احنا خلاص المتانه اللي ياخد دامج عندنا بنفقده، فتبقى مشكله، تبقى مشكله كبيره جدا. انا وهارلي ونانا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ وهو اطلس هيجمع اكيد، هيدخل ويجمع واحد فينا. طبعا انا هنا بحاول ادافع عن التاور. تمام. شفت اطلس على طول عرفت ان هو عايز يعمل عليا. اول لما لقيته قرب عملت الفليكر وفعلا عمل علي الالتيميت. واضح اصلا انا يا ابني انا اريك من اول الدور. تمام. ونصيحه مني ما تكونش مقري بالشكل ده زي اطلس. انا اريك من اول الدور، انت عمال تعمل فوكس عليا من اول الدور طبيعي، وانا بلعب سيف اصلا، يعني انا في الدور ده بلعب سيف، فانا هعمل فليكر عادي حتى عشان ما اموتش عادي. فاهم قصدي؟ بس وهنا توفيق برضو من ربنا ان الفليكر جت في اللحظه المناسبه قبل ما يعمل التيميت بجزء من الثانيه، لان لو كان عمل التيميت كان هيشدني. المهم طبعا انا هنا كنت مستني الليفل 12 بفارغ الصبر، عشان كل ليفل انا بجدده في الالتيميت مساحتي بتزيد. تمام. ف هنا هارلي مات ان شاء الله. تمام. بس قتل مايا يعني كويس. طبعا هنا بضرب على بالموند، عمال اضرب فيهم واقف بعيد. جابوا شفير. انا بلعب طبعا سيف جدا. بقول لهم ينسحبوا عشان لو حد جه من وراهم. هم قتلوا الفا. طبعا انا باخد في المينيون. تحت في مينيونز بيهجموا، ادركت ان انا كده مش في امان، خصوصا اطلس ما شاء الله بيعمل فوكس عليا، فقررت ارجع. نزلت النتيجه 1-2-3. طبعا مشاركتي في التيم فايت ضعيفه ليه؟ لان هم افضل، هم متفوقين علينا. هم عندهم حاجات بتجيبك، اطلس هيجيبك، شايفين ممكن يجيبك بالالتيميت وانت في نص الفايت، مايا ممكن تنتقل مخصوص زي ما عملت معايا. تمام. طبعا هنا الواحد يفرم طول ما دام فيش حاجه يفرم، وطول ما الجانجلر ضعيف. يعني انا بقول لك طول ما الجانجلر ضعيف حلال فيه ان انت تاخد منه البوفات، لانه كده كده هو ملوش لازمه، هو ضعيف. طبعا انا ما بركبش مع جونسون. كان في كذا فرصه اركب مع جونسون ولكن ما بركبش ليه؟ مش رزاله ولا رخامه، عشان انا ماليش لازمه مع جونسون. انا لو ركبت مع جونسون هموت. انا ميزتي ان انا بضرب اصلا من بعيد، فجونسون بيقتحم وسطهم. فاحسن حاجه او ما عنديش كومبو، يعني ممكن اوكي ما ابقى حاجه سكوشي واركب معاه، بس عندي كومبو. فاهم؟ ما معيش كومبو معاه. طبعا انا بكلير الوفات. طبعا ان انت شايف هي فين ما شاء الله، وتيم فايت فين. شاركت بالالتيميت. هنا بدات اضغط على اطلس، دمج الواحد بقى عالي نسبيا. جونسون مات، بس ما دام لسه معانا ساموس فالدنيا كويسه، وهم معهمش اطلس كمان فا اوكي. انا برضو قلت اكلير المينيون ده. تمام. نفرم براها. طبعا هنا اوكي انا افتكرت مايا هتظهر لكنها ما ظهرتش. قتل نانا. حاولت هنا نجيب بالموند وجبناه فعلا. تمام. هنا طبعا مايا ظهرت جنبي، كانت غلطه مني ان انا ادخل قوي كده. ومايا ما شاء الله يعني اطلس رقم 1 ومايا رقم 2، وكان بريد لي جامد قوي يعني. نتيجة 1-2-3-4 برضه حرفيا لسه النتيجة سيئة. تكلير هنا الويفا. تمام. البيلد طبعا في اخر الدور، يعني انا كده كده بحسبها دايما، عشان لو حد يعني في المستقبل سأل البيلد مش عارف ايه، بحسبها في اخر الدور. طبعا هنا بالراحة، واحد بيلعب سيف حتى لاخر لحظة، لاخر الدور لحد لما يفرم تماما. يا جماعة دي قاعدة، عشان في رماية قسما بالله بتلاقيه بيدخل وسطهم وبيموت كتير انت العب سيف على قد ما تقدر وهتكسب، وبعد لو لعبت صح هتكسب. فاهم؟ اللعب بالذكاء. طبعا انا ضربت التيميت عشان يجي في اطلس، وفعلا هو جه بعد كده انتقل، يعني هو الالتيميت بتاعي جه فيه راح انتقل.
فملهاش لازمه يا صاحبي، يعني انت كده كده كنت هتموت، فاهم؟ طبعا شفير برضه عامل فوكس عليا، لو لاحظتوا ما بيعملش التيميت غير عليا، تمام؟ وانا بتجنبه لانه بيعملوا عليا من مسافه كبيره من البيز بتاعتهم، فبلحق اتجنبه. هو لما عمل عليا الالتيميت وشاف ان دمج الالتيميت دمجني حلو، عجبه، قال لك بقى يلا نقعد نعمل على الالتيميت لحسن يموت مره ولا حاجه. المهم طبعا هنا بكلير ويف، هنا مكست كليفل، تمام. النتيجه 2 3 5 زي سيئه. طبعا هنا في لورد، ما ينفعش نعمل تيم فايت، المفروض ندافع عن اللورد. انا هنا حاولت اشارك كده بالالتيميت وقعدت اعمل كلير للورد، تمام. ساموس مات وجونسون مات تاني. زي ما قلت دايما الثنائي دول بيموتوا مع بعض، هم لعيبه، انا مش هقول حاجه، هم لعيبه وقتلوا وعملوا حركات. هنا شايف طبعا الالتيميت بتاع شفير ده مش نص سهمي حرفيا، الهيل بتاعي كان خلاص يعني، تمام. والراجل عجبه الوضع واعمل فوكس عليا الالتيميت على ليلى. وعلى فكره ده انا مش بلومه، هو صح، لان انا سكوشي وانا الرامي لو مت خلاص، فهو صح مش غلط يعني، مش بقول كده اللي هو غلط ومش لا، هو صح، هو صح. ما جاتش، تمام. طبعا انا عمال كده بهوش على اطلس وبحاول ما اقربش منه، كده كده انا ايه، مسافتي ميزتي بقى هنا ان انا بقنص من بعيد. دي ميزه ليلى، ان هي تقدر تلعب سيف بسهوله، تمام، وتستغل، لازم تستغل ده. طبعا هنا نتيجه الواحد لسه مش ولا بد. هارلي لعبوا الاجريسيف بس قتل مايا، برضه زي ما مايا ما بيلعبش سيف، لو كان لعب سيف ما كانش عمره ابدا ما يقف لوحده. هنا قتلنا مايا وقتلوا الفا، قتلنا الفا وهم قتلوا جونسون، قتلوا ساموس. دايما الثنائي دول بيموتوا مع بعض. قتلنا اطلس، قتلنا شفير. انا قلت دي فرصه ايه نبوش، ما بقاش في غير بالموند، فرصه نبوش، تمام. ده انا هنا عملت كلير لويفا، كنت متاكد ان بالموند هيظهر في اي لحظه، تمام. الراجل ما ظهرش، قال بضرب في التاور ومستنيه يظهر، تمام. وبالفعل هو هتلاقيه هنا دلوقتي جاي اهو، تمام. جاي بس بعد ما خد تقريبا نص التاور. طبعا بيحاول يهوش عليا بس انا دمج عالي جدا. وهارلي عمل عليه الالتيميت. طبعا انا ميزه ليلى ان هي تقدر تضرب التاور من مسافه اصلا امنه، يعني من مسافه امنه يعني بره حدود التاور، فخدته. وهارلي خد التاور في الميد، بدانا احنا نرجع، خدنا تفوق لينين. انا اصلا قاعده يا جماعه برضو، تفوق اللينات اللي هو الثلاث لينات انت كده 50% من الفوز معاك، 50%، لان البوش المينيونز هيبوش لوحدهم، تمام. طبعا هنا في تيم فايت فوق، تمام. قلنا الواحد يكون قريب، اجهز بالالتيميت. عملت طبعا فليكر ليه؟ لان عارف ان اطلس عايز يجمعني، وفعلا عايز يجمعني. هو عمل فليكر، انا فرحت هنا انه عمل فليكر لان انا حسيت ان انا ضيعت فليكر بتاعتي نسبيا، فهو كده ضيع فليكر بتاعته. طبعا ضغطت على بالموند، ده مش خلاص، ده مش يبقى عالي جدا، تمام. هنا شافير يا دوبك حرفيا ضربه بيزك، لو كان اتاخرت ثانيه كان زمانه مات بيزك اتاك. يعني انت هنا شفت دامج عليه. طبعا انا رجعت ليه عشان مايا تحت، تمام، في الماب، انا وهارلي. طبعا عملت الالتيميت عشان اكليل الويفا في نفس الوقت اهوش. هو الراجل فعلا اهو، تمام. عملت الالتيميت عليه، ولكن هارلي الحمد لله لحقه، فالحمد لله. صراحه تقريبا انا وهارلي اكتر اتنين قتلنا مايا، يعني دخلنا على مايا كومبو. طبعا هنا شافير عمل عليه الالتيميت كالعاده. الواحد تحسه انا في اللحظه دي بدات اتعود على الالت شافير، يعني كل شويه، كل مثلا 20 ثانيه 30 ثانيه في الت من شافير جاي، طول ما انا موجود في الماب، يعني مكشوف على الماب. طبعا هنا الواحد بيكلير في طريقه لان مش هياخد وقت، هو يكلير في لحظات يعني. ناخد اللورد، تمام. هيبقى اللورد قوي جدا، وخصوصا ان احنا كمان متفوقين في لينين. هنا جونسون دخل يفايت، هنا دخلت بالالتيميت. انا ليه هتقولي انت ليه بتضرب الالتيميت في الاول كده؟ انا بضرب في الالتيميت في الاول عشان لو حد فيهم هيلو قليل فاهم، ناخده كده. هو ده مش الصح يعني، انا برضو هنا صراحه كنت بلعب بالالتيميت، مش معتمد قوي على الالتيميت. المفروض ان الواحد يستنى يعني، تمام. عادي الواحد بيلوم نفسه وبيغلط نفسه، عادي مش عيب يعني. المهم جونسون تاني بالالتيميت. طبعا انا قلت لكم ما ينفعش ليلى تركب مع جونسون، ولكن برضو ما ينفعش اي حد، يعني ما ينفعش اي حد في التيم خالص يركب معايا، تمام. طبعا انا بهوش من بعيد بس بحافظ على مسافه امنه، عشان لو طبعا انا هنا بلعب برضو نسبيا بارتياح قليلا. ليه؟ لان انا عارف ان اطلس مش معاه فليكر، لان انا عملت فليكر قبله والفليكر بتاعتي مش معايا، فبالتالي اطلس مش معايا. انا مستني اللورد، انا هنا مستني اللورد، يعني انا هنا بس بحاول ايه اضرب في الطور شويه، ههوش. شافير بص يعني نسفني 3/4 سهمي، وده اكبر ضربه دامت 3/4 سهمي. طبعا انا هنا عارف ان هو مش هيدخل عليا، ليه؟ لان في لورد،
فلو دخل عليا وحاول يفوكس عليا محدش هيجي وراه. طبعا هنا بضرب من بعيد التيميت، تمام. البالمون ده قتلناه، انا عمال بضرب بيسك، تمام. قتلنا، مات مننا هارلي، مات مننا جونسون، مات مننا ساموز. طبعا هنا فليكر، قلت خلاص. قتلنا هنا مايا، قلت الاقي اي حاجه هيل عليها، تمام. هنا طبعا عملت فوكس على الفا وجبناه. قتلنا هنا بيقول لي انسحب، ولكن قلت لا، ده فرصه ان انا اكسب واكمل. ولكن لقيت اصلا البيز اتاخدت. يعني انا ببص على البيز لقيتها اتاخدت. انا كنت هقعد اقف من ورا واقعد اضرب يا اما على البيز يا اما اقعد اضرب على شفير او اطلس. ولكن الحمد لله ان الدور خلص، يعني الحمد لله، تمام. دور صعب بصراحه، مش مناسب ابدا لليلى، ولكن باللعب الصح بالتكتيك الصح، بالسيف، ان انت تلعب سيف، ده يخليك تكسب اي دور مهما كان صعب، تمام. مهما كان الدور صعب ده يخليك تكسب اي دور. هنا طبعا دي البيلد، تمام. وانا المفروض ببدل البوت في الاخر باي سلاح لو على حسب يعني الاحتياج، تمام. هنا هتشوف طبعا هارلي زي ما انا قلت ان هو كان ضعيف، ونانا برضو ما كانتش احسن حاجه، تمام. جونسون وساموس الصراحه الرجاله كانوا شغالين، هم اللي شالوا الارجي والميد، لو ما كناش هنوصل للليت. دور صراحه صعب، يعني الدور ده بجد كان صعب صعب صعب. فانا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وصلوا على الحبيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.